شاركت جمعية الجالية الصحراوية بجزيرة تنريف الكنارية في معارض وملتقيات بمناسبة يوم المهاجر، والذي يعرف مشاركة متميزة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. حمد تيموليزين. احتضنت جزيرة تنريف الكنارية على مدار اليومين الماضيين مجموعة من المعارض والملتقيات المنظمة بمناسبة اليوم الذي خصص للمهاجرين، والذي يعرف مشاركة مميزة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا الإطار شاركت كل من الجمعيات الصحراوية، جمعية الحرية من أجل الشعب الصحراوي وجمعية الوفاق، إلى جانب الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إذ احتضنت يومي السبت والأحد منطقة سانسندير وغايا دي إسورا اللتان تعرفان بنسبة عالية من المهاجرين المقيمين بها، معارض ضمت خيما للجمعيات الدول المشاركة، والتي كان أغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. في هذا الإطار توسطت خيم الجالية الصحراوية التي زينت بالعلم الصحراوي وبعبارات الصحراء حرة، بالإضافة إلى معرض صور يمثل ثقافة المجتمع الصحراوي. كما احتضنت الخيم الصحراوية بعض العادات والتقاليد الصحراوية كالشاي الصحراوي الأصيل الذي قدم للزوار ونال إعجابهم، بالإضافة إلى الصناعة التقليدية التي ضمت الحلي والزينة التقليدية للمرأة الصحراوية. كما تم تقديم ورشة للحنة لفائدة الأجانب من النساء لقت استحسانهن، تجدر الإشارة إلى أن الزي الصحراوي الأصيل سجل حضوره كالدراعة والملحفة، والتي تبرز تميز الشعب الصحراوي وعادته الأصيلة وسط مشاركة مكثفة من باقي ثقافات وبلدان العالم. المعرض كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الصحراوية، إذ أن الزوار الذين ينتمون لمختلف دول العالم أبدوا إعجابهم بالثقافة والعادات الصحراوية، منهم من عبر عن تضامنه اللامشروط مع الشعب الصحراوي ونضاله العادل، ومنهم من تعرف للتو على قضيته والتزم بالدفاع عنها والتعريف بها أكثر، بمعاناة الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحتلة. خيم الجمعيات الصحراوية زارتها وفود رسمية والتي أشرفت على المعرض، ولعل أبرزهم ممثلين عن الحكومة المحلية لجزيرة تنريفه ورؤساء البلديات التي احتضنت المعرض. جددوا جميعهم التضامن المطلق مع القضية الصحراوية، وعبروا عن مواصلة بلدياتهم وهيئاتهم لفتح مزيد من قنوات التواصل مع الجمعيات الممثلة للشعب الصحراوي لزيادة التعاون في المستقبل. المعرض عرف تغطية إعلامية من قبل وسائل الإعلام المحلية الكنارية من تلفزيون وإذاعات وجرائد إلكترونية، سلطت الضوء على القضية الصحراوية في برامجها.